بطارق غير شكل. بدل ما نعطي واحد نعطي 50 واحد، هذا القرض نفسه، بس شنو يكون مجزء. مثلا انشاء حظائر عجول، اي واحد عنده مساحه 5 دولار يقدر يقدم على انشاء حظائر. المصرف يفترض ان يعطيه 200 مليون دينار، المصرف الزراعي عندنا انشاء حظائر ابقار 60 مليون، عندنا مخازن المبرده والمجمده، مشاريع دواجن موجوده تتروج معامله. بس انتم مشكله مو بس انتم بالمناسبه، انتم تركيا والحمدانيه ما تزال دوائر التسجيل العقاري ما فرح السندات. فاحنا نتامل ان شاء الله بس فتحت السندات، اكو مشاريع واللي يريد يقدم يقدر يقدم وفق اليه تبدا من الشعبه الزراعيه وتيجي عندي وبعدين على المصرف. التقينا بالسيد القائم مقام ويسمع حس السيد القائم. شوفنا اكو مساحات مصبوبه بالسايلو، واكو ساحه مبلطه وليس مصبه في التجهيزات الزراعيه. كتبنا احنا كتاب رسمي ابو التجهيزات الزراعيه، قال انا الساحه عندي ما مؤهله وعندي شيء رسمي يثبت شيء، عندي كتاب. احنا فتحنا بخيار ثاني، فتحنا ساحات في تلافة وفي البعاج، ومن المقترح ان تفتح ساحتين بالصابونيه وساحه بالكسك. تصريح الامني مالتهم متاخر ومستحقاتهم موصول. بخصوص تسويق ما بعد تاريخ 9 السجار راح يسوي بعد اهميه خاصه. طبعا الجميع يعلم بانه تاريخ سقوط سنجار 3/8. التسويق الفعلي لهاي 10/7. يطلبوني اكثر استاذ، فبقى عندي بالمخزن 2900 كرتون. نعم. باكر اجهزهم بالكميه من سايلو الموصل، ما يعبرون البازويه لان تعرف الجسور مقطعه. نعم. فانا راح اجهزهم من سايلو الموصل. ماشي. زياد بس تخابرنا زياد باكر يجي الصبح يستلم. اي نعم. واحنا استاذ خديجه عندك شيء؟ تأهيل موقع تأهيل المواصفات الفنية ممكن نطرحها على الشركة الآن، إدارة الشركة. يعني الموارد تنظموا عليها؟ لا أستاذ، نحن ندفع بدلات إيجار بعد تأمين الموقع بالمواصفات الفنية على الكمية المستلمة.